يا أهلا وسهلا بيكم. موضوع مهم قوي شاغل بال ناس كتير وكذا حد سألني فيه موضوع ال55% إنتاج محلي، أو العربية اللي طالعة فيها 55% تصنيع محلي، والناس بتبقى فاكرة إنه كده قطع الغيار بقت بتتصنع في مصر. خليني أترجمها في فيديو ممكن يكون فيه توضيح أكتر للنقط دي، بالذات موضوع 55%. طبعا انت سمعت ان النيسان ماجنايت اتجمعت هنا في مصر باكتر من 55% مكون محلي. طب استنى، يعني ايه 55% مكون محلي؟ هل ده معناه ان في 55% من قطع العربية صناعة مصرية؟ طيب خلينا نفهمها واحدة واحدة. اولا، نيسان اعلنت رسميا ان نسبة المكون المحلي في الماجنايت المجمعة في مصر تجاوزت ال 55%، وده جه مع بدء إنتاج العربية محليا في مصنع نيسان مصر. والحكومة المصرية أوضحت إن الهدف من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات مش مجرد إننا نجيب العربية في صورة سيكي دي ونركبها هنا، لكن إننا نزود القيمة المضافة المحلية ونطور شبكة الموردين والصناعات المغذية. طب يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة، صناعة العربية مش معناها إن المصنع بيعمل كل حاجة جوه المصنع. العربية عبارة عن منظومة ضخمة جدا من المكونات. في أجزاء ممكن تيجي من الموردين المحليين، وأجزاء تانية ممكن تكون مستوردة، وفي عمليات تصنيع وتجهيز وتجميع بتتم داخل المصنع. فلو قلت لك مثلا العربية فيها 55% مكون محلي، ما ينفعش نفهم الجملة دي على إنها 55% من قطع العربية اتعملت في مصر، لأن عدد القطع مش هو المعيار اللي نقدر ببساطة نحسب بيه النسبة. وده واضح كمان من طريقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع حساب القيمة المضافة المحلية. الهيئة بتطلب بيانات من المكونات المحلية والمستوردة وقيمتها والفواتير والمستندات بتاعتها، وكمان العمليات التصنيعية اللي بتتم على المنتج. يعني الموضوع مش مجرد اننا نعد القطع ونقول دي مصرية ودي مستوردة يبقى كده النسبة كذا. الموضوع مرتبط بالقيمة والعمليات التصنيعية والمكونات المحلية داخل المنتج. طب كويس، نيسان بقى وصلت لل 55% دي ازاي؟ البيان الرسمي عن إنتاج الماجنايت في مصر ذكر إن نيسان رفعت نسبة المكون المحلي من 51% ل 55%، وإن ده مرتبط بشبكة من الموردين المحليين وموردي مكونات الإنتاج. والشركة كمان أعلنت إنها استثمرت 45 مليون دولار لتحديث خطوط إنتاج سيارات الركوب وتجهيز إنتاج الماجنايت. وكمان الطاقة الإنتاجية للمصنع وصلت إلى حوالي 50 ألف سيارة سنويا. وده هنا يخلينا نفهم الصورة الأكبر، لأن زيادة المكون المحلي مش معناها بس إن مصنع نيسان نفسه بيعمل حاجات أكتر، هي معناها إن في منظومة موردين وصناعات مغذية لازم تكبر معاه. وده واحد من أهم أهداف استراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر، إننا ما يبقاش عندنا مصنع بيجمع العربية وشكرا، لكن يبقى حواليه شبكة صناعات وموردين قادرين ينتجوا مكونات ويدخلوا في سلسلة القيمة. وده ليه تأثير مهم جدا على المدى الطويل، لأن ببساطة لما المورد المحلي يكبر ويزيد حجم الإنتاج ويبقى عنده استثمارات ومعدات وخبرة، ساعتها مصر مش بس هتبقى بتجمع عربية، لكن بتبني سلسلة توريد لصناعة السيارات. بس هنا لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا. هل زيادة المكون المحلي معناها إن العربية هتبقى أرخص؟ الإجابة لأ، مش بالضرورة. ودي من أكتر الحاجات اللي ممكن يحصل فيها سوء فهم. زيادة المكون المحلي ممكن تساعد في تقليل الاعتماد على بعض المكونات المستوردة، وتدعم الموردين المحليين، وبالتالي بتزود القيمة اللي بتتعمل داخل مصر. لكن سعر العربية أو سعر قطعة الغيار بيتحدد بعوامل كتير جدا. خد عندك بقى تكلفة تصنيع وخامات وحجم إنتاج وتكلفة لوجستيات واستيراد وسعر صرف وتكلفة عمالة وطاقة، حتى الاقتصاديات بتاعت المورد نفسه. فما ينفعش اقول 55% مكون محلي يبقى يساوي العربية ارخص 55%، طبعا لا. وكمان ما ينفعش اقول 55% مكون محلي ده معناه ان 55% من قطع العربية مصرية، برضه لا. الاداء اننا نقول ان العربية وصلت لنسبة معلنة من المحتوى المحلي ضمن منظومة التصنيع والقيمة المحلية المضافة. طب انا الاهم بالنسبة لي كصاحب عربية ايه؟ ان زيادة التصنيع المحلي مش هدفها بس ان العربية تتصنع هنا. الهدف الاكبر اننا مع الوقت نبني منظومة كاملة، يعني مصانع سيارات، مصانع مكونات، في موردين، عمالة وفنيين اتدربوا صح، سلاسل امداد، ومع الوقت قدرة اكبر على التصدير. وعشان كده لما تسمع اي خبر بيقولك ان العربيه دي وصلت 50% او 55% او 60% مكون محلي، ما تسالش بس كام قطعه اتعملت في مصر، اسال السؤال الاهم:
النسبة دي محسوبة على أساس إيه؟ وإيه القيمة اللي فعلا اتضافت محليا؟ لأن ببساطة الفرق بين إنك تجمع عربية في مصر وإن يكون عندك صناعة سيارات حقيقية في مصر هو بالظبط الفرق بين التجميع وبناء سلسلة قيمة كاملة. أنا عارف إن أنتوا مش متعودين مني على الفيديوهات الطويلة، ولكن كان لازم إن أنا أشرح موضوع ال 50% تصنيع محلي دي بطريقة تكون سلسة وكل الناس يكونوا فاهمينها، لأن السؤال كان بيجي لي بجاوبه، بلاقي سؤال تاني اتقال بجاوبه، وهكذا. فالموضوع فعلا كبير وفعلا محتاج ان هو يتفهم، فكان لازم ان انا اشرحه بالظبط في فيديو بسيط يعني احاول فيه ان انا اوصل الفكره بتاعتي.